حكاية قديس وشهيد. عارفين ايليا النبي عمل ايه لابن أرملة صرفة؟ في يوم ربنا كلم ايليا وقال له روح اذهب لصرفة وهناك هتقعد عند ست أرملة. فراح ايليا فعلا لصرفة ولقي الست هي وكانت بتقطع في عيدان الشجر علشان تعمل اكل ليها ولابنها، فقال لها تعطيني العشر. قالت له حاضر. راحت تجيب له ميه، بعدين قال لها وهاتي لي اكل. قالت له انا ليس لي اكل، انا كل اللي عندي حبه دقيق قد كفه الايد وشويه زيت قليلين جدا هعمل بيهم كعكتين ناكل انا وابني قبل ما نموت. راح قال لها روحي بس اعملي لي الاول وما تخافيش، لان الرب اله ان كوب الدقيق لا يفرغ واناء الزيت لا ينقض. يعني هيفضل الزيت عندك والدقيق عندك لغايه لما ترجع الارض تاني يبقى فيها خير، لان كان في الوقت ده مفيش مطر فمفيش زرع لفتره الثلاث سنين اللي هي كان فيها المطر ممنوع. لما ايليا كان مصلي وموقف المطر ده الست راحت عملت له، لما عملت له اكلوا كلهم. بعدها ابنها تعب شديد جدا لدرجه ان مات من كتر التعب. فبعديها صرخت لايليا وقالت له يا رجل الله مالي ولك، انت جيت علشان يموت ابني؟ راح قال لها ما تخافيش. خد الواد وطلع في العليه ووضع الواد على السرير بتاعه في العليه اللي كان هو قاعد فيها، قعد يصلي لربنا. وهو بيصلي لربنا الولد رجعت له الحياه تاني وعاش ورجع تاني للحياه. وبعد كده خد الواد ورجع بيه لامه وفرحت امه جدا وقال لها انظري ابنك حي. وقالت الست الايليا هذا الوقت علمت انك انت رجل الله حقا. ويقال ان الولد ده بعد كده بقي يونان النبي. وبركه رب المجد تكون معانا ولربنا المجد الدائم الى الابد امين.